مساء الحلويات. النهارده هعمل معاكم اكبر كميه كيكه حلوه قوي نقدر نفرح بيها اولادنا، سواء في اعياد الميلاد سواء عايزين نفرح غيرنا. شايفين كيكه شوكولاته خطيره من غير بيض من غير حليب من غير زبده، حاجه كده خطيره وكمان بصوص ممتاز جدا. شايفين الكيكه فلافي وصوص رهيب. بصوا من جوه عامله ازاي. تعالى اقولك عملنا الحلويات دي ازاي. اول حاجه هجهزها معايا في الكيكه هي المواد الجافه. معايا هنا 10 كوبايات بالكوبايه المعياريه، دول حوالي كيلو 400 جرام دقيق، وطبعا انا نخلاهم كويس جدا قبل التصوير. ومعايا هنا 260 جرام كاكاو خام وبرده منخولين، ومعايا هنا 120 جرام نشا يعني حوالي كوبايه نشا. معايا هنا 4 معالق كبار بيكنج باودر، و4 معالق كبار بيكربوناتو اللي هي كربونات الصوديوم. طبعا احنا بنعملها نباتي من غير لبن من غير بيض من غير سمنه، فعشان كده الموضوع لازم نحط بيكربوناتو. ومعايا هنا 5 معالق كبار نسكافيه اللي هو نسكافيه سريع الذوبان، بيديني نكهه حلوه قوي وبيبين طعم الكاكاو وجماله. هدي تقليبه كده كل المواد الجافه معايا، وكده جهزنا اول خطوه هنركنها على جنب. ويلا بقى نجهز المواد السائله. بالنسبه للمكونات السائله اقدر اعملها على ايدي او اقدر اعملها في الخلاط. انا عن نفسي هستسهل واعملها في الخلاط. هيبقى معايا هنا 6 كوبايات سكر بالكوبايه المعياريه يعني حوالي كيلو 360 جرام. انا طبعا مش هحطهم كلهم، انا هاخد نص الكميه بس. وانا هستخدم 8 كوبايات ميه مغليه، فانا هستخدم ايه بالكوبايه المعياريه هحط 4 بس، وفي الخلاط الضربه التانية هحط 4 كمان. 1 2 3 4. ومعايا هنا 4 معالق كبار خل هحط معلقتين منهم. ومعايا هنا 560 جرام زيت نباتي يعني 3 كوبايات الا تلت. هنحط برضو نص الكميه بالتقريب كده. هنخلي دول بقى ايه للمره اللي بعدها. طبعا لو الخلاط عندكم بيتأذي من الميه المغليه يبقى مفيش مشكله، اعملوها في اي بوله من بره. وبعد كده هنحط شويه فانيليا حلوين ونقفل الخلاط بتاعنا ونضربها كويس. انا بضربها كويس لغايه لما السكر بتاعي يدوب خالص. اول كميه معايا ضربتها كويس. البوله بقى بتاعت الدقيق هحط فيها، انا بس عايزه احط المواد السائله كلهم مع بعض، انا بس بتاكد ان كل حاجه دابت. وهعمل الكميه التانية بنفس الطريقه في الخلاط. بصوا معايا هاخد كوبايه من المواد الجافه هركنها على جنب واشوف لو احتجتها هستخدمها احتياطي بس مش اكتر. ودلوقتي بقى هنحط المواد السائله بعد ما انا ضربتها في الخلاط كويس. يعني انا كانت الفكره في الخلاط ان انا عايزه ادوب السكر، بس انتوا تقدروا تعملوها في بوله من بره. وباقي كميه السوائل اهي، ونبدا بقى نقلب كل الكميه دي معانا كويس. هات يا ولد، انا كل مره انت تعملي وانا اقلب. قلبي يا قروب. انا هزود الكوبايه معايا دقيق كمان تقليب. شايفين ده شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما قلبناها. انا استخدمت 9 كوبايات ميه مغليه. شايفين القوام حلو ازاي. وعايزه اقول لكم ان امتصاص الدقيق بيختلف، لو لقيتوا القوام اتقل من كده زودوه شويه ميه مغليه مثلا نص كوبايه ربع كوبايه لغايه لما تظبط معاكم وتوصل للقوام ده. بصوا اللي هو ايه، مش قوام تقيل قوي ومش قوام خفيف قوي. شايفين كده الكيكه معايا جاهزه وزي الفل. الاسباتشوله بقى كده ونلم كل الحروف دي. هنحط بقى في اي بوله او هنحط في اي كوبايه ليها بوز كده عشان نعرف ايه نصب بسهوله. ونجيب بقى القوالب اللي هي القوالب بتاعه الرز بلبن، الحجم ده كويس جدا، او قوالب الكب كيك يعني براحتكم. ونبدا بقى نحط يعني حوالي نص الكميه، يعني نص العلبه بالظبط. انا مش عايزاها تبقى مليانه قوي كده كويس عشان لسه كمان هنزينها. ده شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما احنا حطيناها كلها في القوالب بتاعتنا. عملت معانا 74 قالب كيك خطير. هنروح ندخله الفرن على درجه حراره 170 لمده 10 دقائق ل 15 دقيقه طبعا على حسب حجم القوالب بتاعتنا. هروح ادخلها الفرن وارجع لكم بعد ما تستوي. ده شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن خلاص استوت، وانا هسيبها تبرد. ودلوقتي يلا نجهز الصوص. هجيب حله وهحط فيها 6 كوبايات حليب جوز هند. طب انت لو ما عندكيش حليب جوز هند استخدميهم ميه او ميه بكريمر على حسب المتاح عندك. ومعايا هنا كوبايه كاكاو خام، 4 معالق كبيره دقيق، 4 معالق كبيره نشا،
4 معالق كبار كريم شانتيه اللي هو الخام، 9 معالق كبار سكر. والتحليه براحتكم، تقدروا تزودوا على حسب اللي انتوا بتحبوه. هنقلب كويس جدا. هقلب الاول على البارد وبعد كده نجيب البوتاجاز. وكل ما تستخدموا نوع كاكاو خام حلو كل ما يدينا طعم وتست احلى لصوص الشوكولاته. وهنرفع الصوص بتاعنا على النار ونار متوسطه، وهنفضل نقلب وما ينفعش نسيبه خالص، ونفضل نقلب لغايه لما الصوص بتاعنا يبدا يتقل معانا. وممكن في الخطوه دي تدوقوا وتشوفوا محتاجين تزودوا سكر ولا لا. انا بالنسبه لي السكر كده كويس، لكن يعني كل واحد وذوقه الشخصي في السكر. وده شكل الصوص بتاعنا بعد ما هو خلاص بصوا بدا يتقل معايا. هو لسه هيتقل اكتر من كده. معايا هنا 200 جرام شوكولاته دارك او شوكولاته بحليب، الشوكولاته اللي تحبوها، وانا قطعتها مكعبات وهحطها دلوقتي. وبعد كده هندوب الشوكولاته. طبعا هنهدي النار على الاخر لغايه لما الشوكولاته بتاعتنا تدوب خالص. هنقلب كده دقيقه على اهدى درجه حراره لغايه لما الشوكولاته بتاعتنا تدوب خالص. والصوص بتاعنا الشوكولاته خلاص دابت. هنطفي النار وهنحط 3 معالق كبار زيت نباتي. طبعا لو احنا عاملينه فطاري مش صيامي هنحط مكعب زبده كبير. الزيت هيدينا لمعه للصوص رهيب. نديها تقريبا. طبعا انا حطيته بعد ما انا طفيت النار. ونحط بقى الصوص بتاعنا في البوله. بصوا معايا نجيب بقى ستريتش، وانا عايزه الاستريتش بتاعي يلمس صوص الشوكولاته بتاعي عشان انا مش عايزاه يعمل قشره. فاحنا ايه هنزله بالشكل ده. وهروح ادخله التلاجة لمدة ساعتين لغاية لما يبرد خالص ويبدأ يجمد معايا، وبعد كده هقول لكم هنزينه ازاي. ده الصوص بتاعنا بصوا خطير ازاي. هنديله تقليبة كويس. يا سلام بقى لو شغلتوا المضرب الكهربائي كده عليه. شايفين اللمعة بتاعته خطيرة ازاي، تحفة. المفروض نضربه مش اقل من 3-4 دقايق كده بالمضرب الكهرباء، بس انا حاسة ان هو مش محتاجة، فعشان كده هشتغل على طول. بصوا شايفين اللمعة الخطيرة دي. دلوقتي بقى لا نجيب علبة من العلب الحلوة دي وتكون فتحتها كبيرة، لا اما نحطها في كيس حلواني ونعمل لها فتحة مدورة، فبراحتكم على حسب المتاح عندكم. هعبي الازازة دي. هنجيب بقى الصوص بتاعنا ونبدأ نعمل خطوط بالشكل ده، وهنعمل كده في كل حبات الكيك اللي معانا. مش عايزه اقول لكم الصوص خطير قد ايه. شايفين الكيكه فلافي وصوص رهيب. بصوا من جوه عامله ازاي، خطيره. يلا ندوق بقى، يلا ندوق. واو بجد تحفه. بصوا معايا شكلها وطعمها خطير. تعالى دوق يا عمده. بجد طعمها حلو، الصوص اللي فوق خطير. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. واتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.